ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله ويكون خفيف على قلبكم وتستفادوا ولو معلومة صغيرة جدا جدا من الفيديو. دخلت على طول على المطبخ، بقالي كتير ما صورتش في المطبخ. عايزة اعمل كده روتين اقلب المطبخ قلبة يعني، عشان انا من ساعة اخر تنظيف عملته مش عارفة عملتها معاكم ولا لا، اللي هي بتاعة رمضان، القلبة اللي هي القلبة يعني، ما قلبتوش تاني، فحاسة انه عايز اعادة تنظيم، فان شاء الله باذن الله هعمله قريب. بصوا، كنت عايزه اعمل قطع اللحمه دي، بس ما كنتش عايزاها مسلوقه وما كنتش عايزه اعمل تقليه وحاجات مسبكه وكده، بس والله هي في الاخر بصراحه طلعت مسبكه برضو لان انا دخلتها في الفرن، بس يعني اخف شويه من لما تعملي البصله وتقليه وكده. حطيت معلقه سمن وبعد كده حطيت قطع من اللحمه، طبعا مقطعاها صغير عشان هي هتستوي في الطاسه، مش هغليها وكده، فقطعتها صغير عشان تستوي. بعدين نزلت عليها بالبصل اللي انا مقطعاه شرايح زي ما انتم شايفين كده، وهديها تقلبتين. المفروض البصل يدبل، وعلى حسب لون البصل هتطلع الصلصه، يعني لو عايزه الصلصه تطلع فاتحه قوي خلي البصل فاتح قوي، عايزاها تغمق شويه غمقيه شويه، عايزاها تغمق خالص تبقى زي التقليه فيطلع هو غامق، يعني على حسب لون البصل هيطلع لون الصلصه. انا غمقتها زي ما انتم شايفين كده. برضو اللي فيه طبع، احنا متعودين على التقليه، فاللي فيه طبع مش قادره اعمل البصل فاتح. وحطيت قرنين شطه اللي هو شايفينه الاسود ده اللي انتوا شايفينه، ده قرنين شطه حمرتهم مع البصله كمان، واحط فلفل اسود وهحط ورق لورا. وطبعا دي لحمه فمحتاجه ان انت ما تحطيش الملح دلوقتي عشان ما تاخدش وقت في السوى، حتى لو احنا مقطعينها صغير بس برضو نساعدها ان هي تستوي بسرعه. فما حطيتش الملح دلوقتي، هنحطه بعدين لما اللحمه تدخل في السوا. وحطيت مرقه، طبعا المرقه دي اختياريه، مش عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش. انا طبعا هزود ميه مش شوربه، فعشان كده حطيت المرقه. بس كده كده انتوا اللحمه مستويه في الصلصه، فممكن ما تحطوش المرقه دي. بس انا دلوقتي هنزل بالبطاطس، هنزل بالميه. المفروض يعني لما تنزلي بالبطاطس وفي الصلصه بتنزلي بشوربه، انا هحط ميه، فعشان كده حطيت المرق عشان نوازن بس الطعم شويه. هديها غلوتين بس البطاطس، انا بتاكد اللحمه استوت ولا لا. هي خلاص كانت استوت، يعني فاضل لها تكه هتستويها مع البطاطس. هديها غلوتين وبعد كده هدخلها الفرن تاخد لون من فوق وبس كده، ولا اسرع ولا اخف ولا ألذ. ممكن تاكلي تغرفي كده في طبق وتاكلي من غير عيش ولا رز ولا اي حاجه، خفيفه وطعمها حلو، بس انت ظبطي التوابل بتاعتك. هنقولها على العين اللي هي دي البعيدة شوية، عشان العين القريبة هي اللي انا بستخدمها في كل حاجة. هنحط الحلة، وهحط هعمل شعرية طبعا، رز بالشعرية، عشان دي بطاطس، دي هتبقى صينية بطاطس، يعني هديها غلوتين وبعد كده في صينية في الفرن، صينية بطاطس عادية. فصينية البطاطس بتبقى عايزة رز ابيض معاها. هنا هشيل ورق اللورة من الصينية عشان الأولاد وباباهم لما بيشوفوا ورق اللورة في أكل ما بياكلوهوش، يعني أكيد حصلت تجربة سيئة معاهم إن هما جات في بقهم ورق لورة أو حبهان قبل كده. فمع إني والله باخد بالي جدا إن الحاجات الصحيحة دي بعد ما خلاص أخد اللي أنا عايزاه منها بشيلها، بس ممكن تكون حصلت مرة كده، عشان كده لما بيلاقوا ورق اللورة او الحبهان صدفة كده ما بيرضوش ياكلوا من الاكل خالص. فانا شلت ورق اللورة، انا كده كنت عايزاه في سلق اللحمة وخلاص. وبعد كده هحطها في الفرن تاخد لون، وهنعمل الرز. حمرت الشعرية وبعدين حطيت الرز. طبعا يا جماعة الحاجة غالية جدا، هي دلوقتي الاسعار استقرت، بس بعد ما استقرت برضو غالية، فحرام نرمي حاجة. الرز على حسب ما بتاكله، يعني ممكن تعملي كوباية رز لقيتيها قليلة تعملي كوباية ونص، قليلة تعملي كوبايتين، ممكن تعملي كوبايتين لقيتيها كتيرة تقللي مثلا تعملي كوباية ونص رز، يعني تعملوا على قدكم بالظبط عشان مفيش حاجة تترمي. هنا بقى طبعا الاكلة دي لازم معاها سلطة خضراء وبصل، لازم تكون فيها بصل.
كده كنت خلصت الاكل، بس ما كناش هناكل دلوقتي يعني، فالوش كنت هديه قبل ما ناكل على طول. فخلاص كده ارتحت من الاكل، فقلت هعمل حاجه تانية. التوم بصوا قبل ما يجري مني الفيديو، التوم انا حطيت توم وعليه معلقتين خل، معلقتين زيت، معلقتين ملح، عشان الكميه قليله. ممكن تزودي الملح على حسب الكميه، والزيت والخل، ومعلقه سكر. الحاجات دي هي المواد الحافظه اللي هتحفظوه ان شاء الله باذن الله للسنه الجايه. الكميه ليه قليله؟ لاني انا بعمل زي ما انتم شايفين بالشويه صغيرين، لان انا اللي بقشر. عشان شوفوا الوكسه التقيله اللي انا عملتها، سبت التوم لحد ما نشف خالص، معتمده ان الكبه هي اللي هتقشر لي. اتاري ايه؟ التوم بتاع اللي انا قشرته في الكبه المره اللي فاتت كان علشان من السنه اللي فاتت، فاتقشر معايا. التوم الجديد بقى يتفرم في الكبه، ما بقاش بيتقشر، معرفش ليه. حتى وانا حاطه فيها البلاستيك، اللي هي الاجزاء البلاستيك فوق الكبه دي، برضو بتفرم التوم. فاضطريت ان انا اقشر. ودلوقتي التوم بعد ما نشف تقشيره صعب جدا، فبقيت بقشر بالطبق زي ما انتم شايفين، وكل يوم اعمل برطمانين من دول مثلا يعني. فانا بس حبيت اوريكم انا بخزنه ازاي، عشان تخزنوه. والله انا الطريقه دي بقالي كام سنه بعملها، والتوم بيفضل ابيض لحد مره قعد معايا سنتين وفضل نفس اللون. بس اهم حاجه تحطوا المواد الحافظه اللي هي السكر والخل. الخل مش كتير عشان ما يتهريش. خل وملح وزيت وسكر، معلقه سكر واحده بس، ودي اللي بتحفظ لك التوم. وبعدين ما تخليهوش يتفتح كتير عن البرطمانات، خليها صغيره اللي انت بتستخدميها، عشان التوم بيأكسد ولونه بيغير. فما تفتحيش عليه كتير، وحطيه في الفريزر من ورا، عشان لما تيجي تفتحي الفريزر وتعملي وكده ما يتعرضش الهواء كتير. حطي حاجه يعني برطمان صغير بس قدامك تستخدميه، والباقي كله حطيه في مكان ما تكونيش بتفتحيه كتير. انك ما تعرضيش التوم للهواء، هو ده اللي بيحافظ على لونه ومش بيخليه اكسد. بس هتعرضي اللي انت بتستخدميها بس، وكده كده يعني مش هتقعد معاكي. يعني فتحت البرطمان خلاص بتستخدمي منها، فكل ما بتشيلي الطبقه خلاص يعني بتستخدميها. بس فهو ده السر والتركه في التوم، ان انت ما تعرضيهوش لهواء كتير. ولو انت عندك دي في فريزر، حطيه في درج ما تكونيش بتفتحيه كتير كده يعني. فالكميه اللي عندي دي هحط فيه برطمانتين، او ممكن لو انت مش هتستخدمي البرطمانات خالص تحطي في اكياس، بس برضو ما تبنيش الكيس على اخره، عشان هتضطري تفتحي وتقفلي فيه كتير. خلي الكياس تبقى قليله والكميه فيها قليله، عشان الكيس اللي تفتحيه خلاص هو ده بس اللي بيتعرض معاكي للهواء. وبس كده، هو ده السر والتركه في التوم اللي مش هتخليه يأكسد معاكي خالص ويقعد للسنه الجايه. وادعولي بقى اكمل باقي التوم اللي انا صوابعيني اتهرت منه. التوم في فترة من الفترات اللي هو بينشف فيها دي بيبقى تقشيره صعب جدا، بس لو انت عملتيه وهو طري قوي بيبقى عبارة عن مية، وتيجي تحطيه في الطاسة بيلزق في الطاسة، تلاقي التوم كله لزق في الطاسة تحت، لانه مية، عبارة عن مية. بس هيبقى طبعا اسهل جدا في التقشير، مش بياخد معاكي وقت، مش هيوجعلك ايديكي. فكل حاجة طبعا ليها ميزة وليها عيب. نيجي بقى لاخر حاجه عندنا، اللي هو الكنوز اللي لقيتها عندي. بصوا قبل الكنوز، انا البولات دي عجبتني جدا جدا فجبتها، وبعد ما جبتها لقيتها احلى من كمان ما كانت في الصوره. تحس ان هي من جوه سيراميك مش بلاستيك. ده طبعا بولات بلاستيك. تلاقوني بجيب بلاستيكات كتير قوي، بحب البلاستيك والحاجات، ادوات المطبخ عموما انا بحبها قوي. فدول عجبوني قوي فجبتهم. طبعا رقم 5 اللي هي في المثلث دي، اللي هو بيقولك ان البلاستيك امن، وفي حاجات تانية تحت. نيجي بقى للبولات، شكلهم تحفة جدا على فكرة، يمكن احلى من الصور. نيجي بقى للكنز الاول. الكنز الاول ده الساعة دي اللي هي اسمها سايكو تقريبا، كانت عندي تقريبا من ساعة ما اتجوزت، كنت رمياها تحت السرير. وانا بحط اللبس، لا مش اللبس، البطانيات، غسلت البطانيات وشلتها. فلقيت دي، طلعتها عملت سيرش كده على النت، لقيتها سعرها غالي جدا. فازاي الكنز ده محذوف تحت السرير؟ عشان انا عندي في كل اوضه في ساعه، فانا مش محتاج الساعه يعني فاهملتها فرميتها. بس لما لقيت سعرها غالي بصراحه، غاليه جدا يعني، ب2000 جنيه تقريبا، 1800، بتبدا من 1800 حاجه زي كده.
فرحت جبتها وقلت لا دي هحطها في المقتنيات الغالية مع الديكورات والحاجات اللي انا شايلاها. تاني حاجة بقى الحصالات دي انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده وما كانتش لسه مليانة، وقلت لكم هفتحها معاكم. بصوا هي بقى لها سنة ونص تقريبا معايا ولسه ما اتملتش، بس انا لقيت من تحت. دلوقتي هوريكم تحت الحصالة اللي هي اهي. بصوا بدأت تصدي، فانا خفت احسن الفلوس اللي جواها حرام تصدي، يعني دي فلوس ونعمة ربنا، فطالما حاسين ان في خطر ممكن يبوظ الدنيا، فخلاص قلت هفتحها خلاص عشان لو كانت الصدى ده داخل لجوه. ففتحتها. هي ما كانت 3/4 كده مليان. خدوا بالكم دي علبة سمنة يعني كبيرة. فهحط لكم الفيديو اللي انا عملت فيه الحصالات دي وغلفتها وكده، هحطه لكم في نهاية الفيديو، اللي ما شافوش يرجع يشوف. فالحمد لله ما لقيتش الفلوس فيها اي حاجة. طبعا الحصالة دي انا عاملاها للفضة بس، للجنيهات. في كام ورقة دول اللي انا حطيتهم معاكم قبل كده لما كنت يعني بوريكم فكرة الحصالة، فقلت لكم بنحط فيها فلوس ازاي وبتبقى ازاي وبنعملها ازاي، وقلت لكم عملتها ازاي، علبة السمنة دي قفلتها ازاي. هنزل لكم الفيديو اخر الفيديو بتاع الحصالات لما اتعملت. في اخر الفيديو العلب دي علب لبن وعلب سمنه وعلب احنا بنستخدمها في البيت وبنرميها، فانا استغلتها وعملت لها اعاده تدوير وعملتها حصالات. فلو حابين يعني تشوفوا الفكره هنزل لكم الفيديو تاني، اللي ما شافوش يرجع يشوفه. طبعا فاكرين عبد الغفور البرعي في لن اعيش في جلباب ابي، وانا بعد الفلوس بصوا اهو هو بس دي حاجه تخليني اتفائل، يعني هو الراجل بدأ من شويه الفضه دول وبعد كده وصل بالظبط. هو بالظبط. دلوقتي بقى عايزاكم تخمنوا ان الحصاله دي كان فيها كام. انا مش هقول لكم، وعايزاكم تخمنوا، واللي هتخمن صح نبقى نقول ان هي خمنت صح. طبعا بس خدوا بالكم ان دي جنيهات، يعني ما تضربوش في العالي قوي، لان دي جنيهات مش مبالغ يعني، فما تضربوش في العالي قوي، بس ادوني رقم. انا مش هقول لكم هو كام، وهستنى تخميناتكم. وبس كده الفيديو خلص. يا رب يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.